مبدئيا كده مفيش أسوأ من إنك تبقى طالب غلبان رايح تدور على أهدى مكان في المدرسة تهرب فيه من الدوشة، فتلاقي نفسك محبوس في حمام واحد مع آخر شخص في الدنيا المفروض تتحبس معاه. مدرسة مشهورة وسط الطلبة باسم الشيطان، الست اللي لو بصيت لها تحس إن المخالفات اللي عملتها في حياتك كلها جه وقت تتحاسب عليه. الحكاية بتبدأ بساته، الواد اللي كان فاكر إن الحمام اللي جنب حمام السباحة ده واحة السلام بتاع ما كان محدش بيقرب منه، يعني الجنة بالنسبة لطالب عايز يهرب من اليوم الدراسي، بس أول ما يفتح الباب يلاقي كوجيما جوه والدنيا تقلب من واحد سلام لامتحان شفوي في الجحيم. ساتو يقف متنح كأنه جاله قرار إزالة، وكوجيما واقفة بتبص له بنظرات لو اتوزعت على الفصل كله هتنجحهم بالعافية. هو يحاول يفهم إزاي المدرسة دخلت حمام الولاد وهي ترد عليه بمنتهى البرود إن حمام البنات كان بيتنضف فاستعملت الحمام ده مؤقتا. المشكلة بقى مش في الدخول، المشكلة دلوقتي في الخروج، لأن الباب اللي كان بايظ ومش بيتقفل قرر فجأة يبقى أمين شرطة ويقفل عليهم من بره. كوجيما كانت لسه من ثواني بتتكلم بثقة، وفجأة الثقة دي اتبخرت، لأن الموقف لو اتشاف من بره مش هيحتاج شرح، هيحتاج محامي. ساتو يحاول يطلب النجدة، بس كوجيما تسكته فورا وتقول له ما تعملش دوشة، لأن صوتهم من جوه كابينة واحدة هيعمل فضيحة بجناحات. الواد بقى محاصر، والمدرسة اللي قدامه مش أي مدرسة، دي اللي الطلبة بيحكوا عنها إنها بتعاقب المخالفين بعقاب يخلي الواحد يراجع شريط حياته، والبلطجية نفسهم بيقولوا لها صباح الخير باحترام مبالغ فيه. وفوق كل ده كوجيما عندها أزمة تانية، إنها كانت محتاجة تخلص اللي دخلت عشانه، وساتو وجوده جوه عامل لها ضغط يخلي أي بني آدم ينهار. هو مش عارف يساعد ولا يهرب ولا يتنفس، وكل ما يحاول يتحرك يلاقي نفسه قريب منها زيادة، وهي تقول له بهدوء مرعب يتحرك ببطء عشان الموقف ما يتحولش لكارثة. وهنا تبدأ المصيبة الحقيقية. المكان ضيق والاتنين محشورين بطريقة عبثية، وساتو بيحاول يبقى محترم ومغمض ضميره قبل عينه، بس دماغه بتسخن من الإحراج. كوجيما اللي طول عمرها جبل جليد لأول مرة تبان متوترة عرقانة وبتحاول تتملك أعصابها قدام طالب. ساتو يشوف النسخة دي من أوني كوجيما فيحصل له عطل في السيستم، وبدل ما يخاف منها يبدأ يحس بحاجة غريبة ناحيته. وبعد ما يطلعوا من الحمام ساتو ما بيطلعش سليم زي ما دخل، ده يطلع شايل ذكرى لو اتحطت في مخ طالب عادي تخليه يغير مدرسته ويعيش في اللي أتبقى من حياته في كهف. كوجيما تحاول ترجع لهيبتها بسرعة، تظبط صوتها وتبص له بنظرة معناها انسى اللي حصل واللي هنسيك اسمك، بس وشها نفسه كان فاضح انها اتخض. من هنا يبدأ العذاب الحقيقي، لأن الموقف ما بقاش مجرد إحراج وعدى، بقى فيروس شغال في دماغه. كل ما يسمع صوتها في الطرقة يفتكر ضيق المكان، كل ما يشوفها بتزعق لطالب يفتكر إنها في الآخر بني آدمة بتتوتر وتتحرك. ودي كانت أول شرارة خربت صورة أوني كوجيما الحديدية في عين. في الآخر يقرر يهرب على حجرة التمريض عشان يرتاح شوية، باعتبار إن الوقت ده المفروض مفيش حد هناك، بس طبعا بما إن الكون قرر يتسلى عليه شخصيا يفتح باب التمريض يلاقي كوجيما نايمة هناك سخنة وتعبانة، وبدل ما يهرب يدخل في مصيبة جديدة. كوجيما تقول له إنها عندها برد ومش قادرة تتحرك وتطلب منه يجيب لها الدواء. ساتو يفتح الدولاب يدور على أي حاجة تنقذ اليوم، بس اللي يلاقيه علاج من النوع اللي يخلي أي طالب محترم يقول يا رب خدني قبل ما أفهم المطلوب. يحاول يهرب من المهمة ويدور على بديل، بس كوجيما من التعب مش قادرة تستوعب وتقول له يساعدها وخلاص. الواد واقف بين الرحمة والرعب، هي تعبانة فعلا وما ينفعش يسيبها، وفي نفس الوقت الموقف كله عامل زي كمين معمول مخصوص عشان يدمر مستقبله. يحاول يغطي عينه ويعمل فيها ملاك نازل من السما، بس كل خطوة يغلط فيها وكوجيما تصرخ فيه إنه رايح ناحية غلط وهو يعتذر بسرعة. تدخل ماتسوكازي فجأة تتسأل على كوجيما عشان سمعت صوت غريب. ساتو من الرعب يستخبى تحت البطانية جنب كوجيما، وده طبعا أسوأ حل ممكن في تاريخ حلول النجاة. ماتسوكازي تقرب تطمن وكوجيما تحاول ترد عادي رغم إن تحت الغطا في طالب بيحاول ما يتنفسش. تعدي اللحظة بالعافية وماتسوكازي تخرج، بس اليوم اللي بعده أول ما يروح المدرسة تعبان عشان العدوى جت له، كوجيما تظهر قدامه وتعتذر إنها نقلت له البرد، ثم تفكره إنه كذب عليها وقال إنه لوي رجله وتوعده بالعقاب أول ما يخاف. وهنا ساتو يكتشف الحقيقة المؤلمة، الست ممكن تكون لطيف بس أوني كوجيما لسه عايشة جواها وبتعمل إحماء. وبعد ما ساتو افتكر إن المصايب دي كفاية على إنسان واحد يروح بيته يفتح باب الأوضة اللي مليانة مانجا وألعاب وخصوصية، يعني الحصن الأخير لأي طالب، يلاقي كوجيما قاعدة جوه وبتلم هدومه كأنها لجنة تفتيش. الواد يسأل نفسه السؤال التاريخي، ليه كل مكان خاص في حياتي بيتحول فجأة لمسرح ظهور للمدرسة؟ تطلع أم ساكي هي اللي عزمتها عشان تحتفل بانتقال كوجيما، ودي لوحدها جريمة أسرية مكتملة الأركان. الأم بقى داخلة الحفلة وهي فاكرة نفسها بتعمل خير، بس فعليا كانت بتسلم ابنها لسيناريو ملوش زر خروج. ساكي بتتعامل مع كوجيما كأنها بنتها القديمة، تشربها وتضحك معاها وتحكي أسرارها بمنتهى العفوية، وساتو قاعد مش مصدق إن مدرسة الرعب قاعدة في أوضته
وبتتكسف من أمه، وبدل ما تبقى المدرسة اللي بتكسر الطلبة بنظرة، تبقى كان الخجولة اللي بتتكسف من صورة قديمة. في وسط الصور ساتو يكتشف إن كوجيما زمان كانت بنت خجولة جدا، وإن سبب تحولها المدرسة بالشكل ده راجع لموقف قديم حصل مع طفل وهي صغيرة زمان. وهي راجعة ومحتارة في مستقبلها، قابلت طفل كان فاكر إن القفز من فوق كوبري في النهر يخليه كبير، وهي نزلت وراه والاتنين اتبلوا في عز البرد. بعدها وهو بيتكلم معاها ببساطة خلاها تحس لأول مرة إنها قادرة تتكلم مع حد طبيعي، وقال لها من غير ما يقصد إن الشجاعة أحيانا إنك تنط جوه الحاجة اللي خايف منها. كلمة علقت في دماغها، وبسببها قررت تبقى مدرسة. المفاجأة بقى إن الطفل ده طلع ساتو نفسه. الواد يفتكر الموقف ويقول يا نهار أبيض، يعني أنا اللي صنعت أوني كوجيما بإيدي. كوجيما أول ما تعرف إنه هو الطفل اللي كانت عايزة تشكره طول السنين تتغير نظرتها له تمام. بدل التهديد المعتاد تبص له كأنه شخص مهم في حياتها، وتقول له إنه كان سبب في تحقيق حلمها. ساكي بقى بدل ما تتصرف كأم طبيعية تقرر ترمي البنزين على النار وتقول لك كوجيما تخلي بالها من ابنها، ثم تزودها بجملة عبثية معناها العمل لو عايزة تشكرينه اتصرف. الأم دي محتاجة رقابة أبوية على نفسها. كوجيما تكون شاربة زيادة فتفهم الكلام على طريقتها وتقرر ترد الجميل لساتو، تقرب منه وهي مش في وعيها الكامل، وتقول له إنه ممكن يلمس إيدها أو يقرب شوية كنوع من الشكر. وساتو يدخل فورا في وضع دفاع جوه. هو عارف إنها مش واعية كفاية، وعارف إن أي خطوة غلط هتحول الامتنان لقضية تحاول تخليه يناديها زي زمان يا أختي الكبيرة، وتفضل ماسكة فيه ومصممة تعمل أي حاجة كعربون امتنان. هو يحاول يفوت والدنيا كلها تبقى سباق بين إنقاذ الموقف وإنقاذ سمعة البيت. ساتو كان بيحاول يبعدها بكل احترام، يقول لها تشربي مية، تهدي، تنامي، أي حاجة غير إنها تفضل ماسكة فيه كده. كوجيما وهي شاربة ما كانتش شريرة ولا بتلعب، بالعكس كانت بسيطة زيادة عن اللزوم. هي مصممة إن الشكر لازم يبقى عمل، وهو مصمم إن الشكر ده لو كمل هيوديهم في داهية. كل ما يفلت دراع تلم التاني، وكل ما يقول لها يا أستاذة تزعل وتقول له ناديها زي زمان. كوجيما تقرب منه زيادة وتقرر تكافئه بقبلة، وساتو يبقى واقف بين قلبه اللي بيجري ورأسه اللي لسه فيه ذرة عقل، يفتكر إنها مدرسه وهو طالبها، وإنها لو عملت كده وهي مش في وعيها ممكن تندم وتخسر كل حاجة. فيقرر يوقف الموقف رغم إن ده آخر قرار كانت غرائزه تحبه. بس قبل ما يقدر يشرح الباب يتفتح والكل يلاقيهم على السرير في وضع مش لطيف للشرح. تاني يوم ساتو يفضل داخل المدرسة وهو عامل حسابه إن العلاقة بينهم اتغيرت، مش رومانسية ولا حاجة، بس على الأقل أوني كوجيما اللي شافته بالليل مش هتتعامل معاه بنفس الجليد. الواد يحضر ابتسامة صغيرة، يجهز نبرة لطيفة، ويقرر يجرب الاسم اللي هي طلبته منه وهي شاربة يا أختي. الكلمة بتطلع منه وهو مستني لمحة خجل أو حتى تذكر، لكن اللي يستقبله مش خجل، ده مدفع مضاد طلبة. كوجيما تقفله بنظرة وتفتكر فورا إنها في المدرسة، والمدرسة عندها مش مكان ذكريات، ده ميدان تأديب. الواد يكتشف إن كل اللي حصل بالليل اتفرمت من دماغها، أو يمكن اتدفن تحت طبقة الرعب الرسمية بتاعتها. وبعدها تيجي رحلة الجنوب. المفروض ساتو رايح جزيرة مع أمه عشان فرح صاحبتها، شمس وبحر وجو لطيف، لكن أول ما يوصل يلاقي كوجيما معاه. طبعا السؤال الرسمي، ليه المدرسة دي بتطلع لي من شنطة السفر؟ ساكي تقول ببساطة إن التذكرة كانت زيادة وإن كوجيما قريب هتبقى من العيل. ساتو ما يلحقش يفهم، فتقول له أمه بشكل مباشر إن كوجيما بتحبه وإنه هو بس أعمى بدرجة تنافسية. الواد ينكر طبعا، لأن فكرة إن أوني كوجيما عندها مشاعر ناحيته محتاجة إعادة تشغيل للعالم. كوجيما كانت بتحاول تتصرف طبيعي أو تتكلم عن البحر والجو، بس بعد كلمة ساكي بقى ساتو شايف كل حركة منها بمنظار تاني. لما تنده عليه باسمه قلبه ينط كأنه سمع اعتراف، لما تسأله يساعدها دماغه تعمل اجتماع طارئ، وهي كمان مش ثابتة زي العادة، بتحاول تظهر هادية بس كل ما عينها تيجي في عينه تغير الموضوع بسرعة. الجزيرة كلها كانت واسعة، بس المسافة بينهم كانت أضيق من الحمام اللي بدأ كل البلاوي. هو يفكر هل فعلا هي بتحبه، فيطلع منه سؤال بشكل غير مباشر، وهي ترد وهي مش واخدة بالها بكلمة كبيرة جدا، بحبك. وبمجرد ما تستوعب اللي قالت له وشها يقلب طماطم وتطلب منه ينسى الموضوع لحد ما يتخرج. سهلة قوي يعني، احذف الاعتراف من الذاكرة زي ما بتحذف صورة من الموبايل. البحر نفسه يقرر يشارك في المؤامرة، لكنها تقول إن حاجة عضتها في مكان محرج، وساتو يتحط في موقف إنقاذ من النوع اللي ما ينفعش فيه لا تردد ولا خيال واسع. يحاول يساعدها وهو باصص في أي حتة غير المكان، وهي محرجة ومرعوبة، وهو بيتصرف كأنه طبيب طوارئ تحت ضغط.
الموقف ينتهي بإنها تفقد الوعي من الخضة لا أكتر، ويروحوا المستشفى ويطلع مفيش سم ولا حاجة، بس الأعصاب بس هي اللي خدت الجولة بالضربة القاضية. بعد الفرح ساتو يمشي معاها ويتكلموا بهدوء، وهي تشكره إنه حاول ينقذها، وهو يشوف منها وش غير وش المدرسة اللي بتزعق في الطابور. في نفس الناحية التانية سوزوكي كان عايش أزمة من نوع تاني. صاحبه ساتو خلاص بقى بياكل مع كوجيما، وسوزوكي الضخم صاحب الوش اللي بيخلي الطلبة يهربوا منه من غير ما يتكلم لقى نفسه فجأة وحيد في وقت الغدا. الواد طيب وغلبان بس ملامحه عاملة كأنها بوستر فيلم عصابات، يقعد لوحده في مكان هادي. وفجأة تظهر ماتسوكازي، المدرسة اللطيفة اللي الطلبة بيعتبروها ملاك المدرسة، وتسأله لو ممكن ياكلوا سوا. الراجل من جواه ينهار من الفرحة، بس من بره ثابت بالعافية. سوزوكي كان عامل حسابه يقعد ياكل بسرعة ويمشي قبل ما حد يخاف منه، وفجأة يلاقي أكتر مدرسة لطيفة في المكان قاعدة قدامه وتقول له نشارك الأكل. الراجل داخليا كان بيعمل ألعاب نارية، خارجيا بيحاول يحافظ على تعبير وش اللي أصلا بيخوف الناس وهو ساكت. هي تمدله لقمة، هو يتوه بين الواقع والمانجا اللي في دماغه، وبدل ما ياخدها بإيده يفتح بقه كأنه في مشهد رومانسي كامل الإنتاج. ماتسوكازي تتصدم، هو يستوعب بعد تانية، والتانية دي كانت كفاية تكتب على جبينه أنا آسف إني اتولدت. بعدها وهي بتتحرك فيقعوا الاتنين في برك الماء. سوزوكي يحاول يطلعها من غير ما يلمس حاجة غلط، بس كل مرة يقرب فيها من الإنقاذ الدنيا تزحلقهم تاني. ماتسوكازي تتبل هدومها وتتكثف، وهو يقدم لها قميصه ويهرب كأنه سلم قنبلة ورجع يجري. بالنسبة له ده كان يوم تاريخي، بالنسبة لأي حد تاني ده كان كارثة مائية بنكهة رومانسية. كوجيما تشوف ماتسوكازي لابسة قميص سوزوكي وتفهم فورا إن في حاجة، وتسألها لو بتحب. ماتسوكازي تحاول تنكر وتقول إنها بس عايزة تساعده يكون أصحاب، وإن مشاعرها مش مهمة، لكن الجملة نفسها تفضحها قبل وشها. بعدها تلاقي كارت مواصلات سوزوكي وتقرر ترجعه له. ماتسوكازي كانت ممكن تستنى وتديله الكارت بكرة في المدرسة، بس هي اتسرعت وركبت وراه كأن قلبها ماسك الدركسيون. أول ما تدخل القطر تندم لأن الزحمة مش طبيعية والناس بتتزحزح كأنهم علبة سردين. سوزوكي يحاول يفسح لها مساحة بجسمه الكبير، بس كل ما يحميها من ناحية الزحمة تزقها من ناحية تانية. هي تشكره بصوت واطي وهو يسمع الشكر كأنه وسام شرف، ولسه ما يعرفوش إن القطر ده مش هيوصلهم محطة، ده هيوصلهم مرحلة جديدة من الإحراج. لما القماش يتشبك في الباب هي تتسمر وهو يفهم من وشها إن في كارثة. يحاول يشد بهدوء، الزحمة تزقه، هي تقول له استنى، الإعلان يقول المحطة الجاية، وهو يحس إن الزمن بيجري عليه مخصوص. المشكلة إن سوزوكي ضخم، فأي محاولة منه للمساعدة شكلها من بعيد جريمة، وهو عارف ده. عشان كده كان بيعتذر قبل ما يتحرك وبعد ما يتحرك وبين الحركتين كمان. ينجحوا بالعافية قبل ما الأبواب تفتح، بس أول ما ينزلوا موظف المحطة يشوف شكلهم ويبدأ يشك إن في مصيبة حصل. سوزوكي بيحاول يشرح والكلام يتعقد أكتر، فماتسوكازي فجأة تقول إنهم حبيبين عشان تسكت الشك. سوزوكي يتصدم، مش عشان الكذبة بس، لكن عشان كلمة حبيبين طالعة من الشخص اللي هو أصلا مش عارف يتنفس جنبه. سوزوكي كان في الطابور عامل زي جبل داخل يطلب لعبة باندا، والموظف نفسه مش عارف يبصله ولا يبص للوجبة. وفجأة تظهر ماتسوكازي وتنقذه من وحدته الغريبة، لأنها داخلة تطلب نفس الحاجة بمنتهى الجدية. لما يعرف إنها لنفسها بدل ما يحكم عليها يبتسم من جواه. المطر ينزل، أخواته الصغيرين يجولوا بشمسية، فيعرض على ماتسوكازي تدخل معاهم عشان بيتها قريب. الأطفال كانوا ماشيين حوالين سوزوكي كأنهم حرس شرف صغير، كل واحد ماسك لعبته وبيسأل أسئلة بسرعة الصاروخ. ماتسوكازي ترد عليهم بصبر عجيب، تبدل اللعبة مع واحدة منهم عشان تفرحها، وتضحك ضحكة صغيرة تخلي سوزوكي ينسى إنه مبتل من المطر، لكنه يلاحظ إنها أول ما تفرح بحاجة طفولية تحاول تخبي الفرحة بسرعة كأنها عيب. وبين ده كله ماتسوكازي تفتكر أول مرة شافت فيها سوزوكي من 3 سنين، يوم امتحان التعيين. كانت متأخرة، الشارع واقف، جزمتها اتكسرت، والدنيا قررت تطبق عليها كل قوانين النكد في نفس اليوم. فجأة يظهر سوزوكي وقتها، وشه يخوف بس قلبه أبيض، يشيلها حرفيا ويجري بيها لحد الجامعة عشان تلحق الامتحان. هي كانت محرجة ومتوترة، خصوصا إن الجري خلى الموقف مش مريح، لكنه ما فكرش غير إنها تلحق حلمها، يوصلها في الوقت المناسب، يصلح لها الجزمة ويقولها بالتوفيق ويمشي. من ساعتها وهي شايفة في حاجة غير اللي الناس بتخاف منها، بس ما قدرتش تقوله. بعدها تظهر حكاية تاكاهاشي، الطالب الهادي اللي رايح اجتماع مهرجان المدرسة مع ماتسوكازي وأختها سايا وسوزوكي، وهناك يقابل هازاكورا. المدرسة اللي دخلت الاجتماع كأنها داخلة كافيه، صوت عالي، هزار زيادة، ومفيش فرام. أول ظهور لهازاكورا كان كافي يخلي أي حد يفهم إن تاكاهاشي يعرفها كويس، لأنها جارته من زمان وبتعامله من وهو صغير كأنه لعبة شخصية. بالنسبة له هي هازاني، الأخت الكبيرة المزعجة اللي بتخش حياته من غير استئذان، وبالنسبة لها هو لسه الطفل اللي كانت بتشده من ودنه وتضحك عليه.
يرجع البيت يلاقيها في أوضته لأن التدفئة عندها بايظة ونايمة على سريره بكل برود كأن الشقة شقتها. هو يحاول يطلعها بس هي تلمه وتنام والواد يتجمد في مكانه. فجأة يلاحظ إن لبسها اتلخبط وهي نايمة، فيحاول يصلح الموقف بأقصى قدر من الاحترام، بس كل حركة تعمل كارثة أكبر. يشد حاجة تطلع غلط، يحاول يفلت يلاقيها ماسكة فيه أكتر وهي نايمة وعضلات مدرسة الرياضة بتاعتها عاملة قفل أمان. تاكاهاشي يفضل يحارب عشان يخرج من الموقف من غير ما يصحيها ولا يتورط، وفي الآخر لما تصحى بدل ما تفهم اللي حصل تعامله كطفل متعلق بيها وتطبطب عليه وهو يبلع الإهانة في صمت. بس بعد ما تمشي هازاكورا نفسها تتوتر لأنها لأول مرة تحس إن تاكاهاشي مش الطفل القديم وإن الواد بدأ يكبر فعلا. بدل ما تقعد تفهم مشاعرها زي الناس الطبيعية قررت تلبسه اختبار رجولة في محل هدوم. يعني بدل الحوار الهادي انت كبرت يا تاكا راحت للنسخة العنيفة تعال اختار لي حاجة مستحيل تختارها من غير ما تتبخر. وبما ان هازاكورا عقلها شغال بعكس اتجاه المنطق تقرر تختبر نضجه بطريقة عبثية، تاخده معاها محل ملابس داخلية وتطلب منه يختار لها. تاكاهاشي بيحاول يهرب كأنه داخل منطقة محظورة لكنها تمسكه وتقوله بما انه بقى راجل يختار. هو من الرعب يشاور على أول حاجة قدامه تطلع حاجة جريئة زيادة عن اللزوم، فهازاكورا تفهمها تحدي، تجربها، تتوتر، ثم تخرج بسرعة وهي مش واخدة بالها إن شكلها مش متظبط وتطلب منه يقفل لها السوستة. تاكاهاشي يحاول يساعدها بس الموقف يخرج عن السيطرة وهي لأول مرة تبان مكسوفة بجد. لما يشوف وشها كده هو كمان يتلخبط لأنها طول عمرها بتضحك وتهزر، إنما النهاردة لأول مرة يشوفها كبنت كبيرة مش مجرد هذا نيه المزعجة. بعد اعترافه غير المقصود في الأوضة وموقف المحل تاكاهاشي بقى يشوف هازاكورا بطريقة مختلفة غصب عنه. في رحلة الجبل أول ما يشوفها يتلخبط ويبان عليه التوتر وهي تلاحظ فورا وتفضل تنكشه. هو يحاول يهرب من عينه ومن هزارها لكن المطر ينزل ويقطع عليهم طريق الرجوع وكأن السماء قالت لهم لا يا حبايبي المواجهة هتحصل. البرد يزيد وهو يبدأ يتعب فتقرر تدفيه بطريقة أقرب للإسعافات الأولية من الرومانسية. بس طبعا الإحراج راكب فوق كتفهم الاتنين. هو مش قادر يستوعب قربها وهي بتحاول تبان عادية بس واضح إنها مش عادية خالص. تاكاهاشي يطلب مية وهو سخن فتتلخبط هي وتديله شاي بطريقة توقعهم في موقف عبثي. تاكاهاشي كان عينه نص مفتوحة ونص غايبة من التعب لكن قلبه كان صاحي زيادة عن اللزوم. هازاكورا قاعدة جنبه بتلومه إنه خوفها وتشد عليه الغطن بطريقة عصبية تخبي بيها قلقها. هو يسمع صوتها وهو نص نايم وفجأة كل المواقف القديمة تعدي في دماغه بسرعة، لعب الطفولة، مقالبها، زعيقها، ضحكها، وكل مرة كان يضايق منها بس يدور عليها تاني. لسانه يسبق عقله ويقولها إنه بيحبها. ماتسوكازي كانت داخلة المهرجان وهي مجهزة نفسها نفسيا إن النهاردة هتقرب خطوة، لابسة زي طالبة عشان ما تبانش مدرسة، ماسكة أعصابها بالعافية، وكل ما سوزوكي يبصلها باحترامها المعتاد قلبها يقول لها اهربي. هو مش فاهم إن الدعوة دي بالنسبة لها عملية عسكرية وهي مش فاهمة إن مجرد قبول الدعوة بالنسبة له حدث يستحق نشرة أخبار. وبمجرد ما هازاكورا تشم ريحة توتر ترميهم في لعبة الأصفاد وتسيبهم يتصرفوا لأن دي مدرسة لو شافت نار هتجيب بنزين وتقول يلا ندفى. المفروض يدوروا على المفتاح ويخرجوا، بس طبعا القصة دي لو لقت مفتاح هتعلقه في أكتر مكان محرج. هدوم ماتسوكازي تعلق في الأصفاد والمفتاح يبقى في مكان صعب توصله وهي تطلب من سوزوكي يساعدها وهو مغمض عينه. سوزوكي يتحول لروبوت محترم يحاول يسمع تعليماتها بالحرف وهي تتضايق من نفسها لأنها دايما بتورطه في مصايب. سوزوكي يرد عليها بنفس الجملة اللي قالها لها زمان من غير ما يعرف إنها محفوظة في قلبها، مفيش حاجة اسمها إزعاج من الأول. الجملة دي تكسر دفاعات وماتسوكازي تقولها صريحة إنها بتحبه. أول ما الكلمة تطلع وشها يشتعل وتطلب منه يعتبر إنه ما سمعش، بس خلاص الكلمة خرجت ومفيش زر تراجع. سوزوكي يتلخبط لأن الموضوع مش مجرد إعجاب بسيط، دي مدرسة وهو طالب وهو محترم زيادة عن اللزوم، بس في نفس الوقت واضح إن قلبه كان مستني الاعتراف ده من زمان. بيت الرعب كان المفروض يخوف الزوار بس هازاكورا دخلته بنية أسوأ من الأشباح نفسها. هي عايزة تاكاهاشي يتخض يبان جبان ترجع تشوفه الطفل القديم اللي كان يستخبى وراه، لكن بدل ما تسيطر على اللعبة تبلعها. الحفرة تعلقها في نص الطريق والظلام والبرد واللبس المتشابك يحولوها من صيادة مقالب لضحية مقلب بامتياز وتدخل في موقف محرج وهي محتاجة تخرج بسرعة. تاكاهاشي يحاول يساعدها من تحت بس الحركة تخليها على آخرها لأنها كانت محتاجة تروح الحمام من البرد. هو يحاول يرفعها وهي تصرخ إن الاهتزاز هيعمل مصيبة. في الآخر يجيب لها جردل كحل طوارئ عبثي وسايا ترجع بسوزوكي في التوقيت الأسوأ فيحاولوا يداروا الصوت والمنظر بأي ترقيع. هازاكورا تخرج من الموقف منهارة نفسيا
وتفتكر إن تاكاهاشي سابها ومشي مع سايا لأنه اتقرف منها، رغم إن الحقيقة إنه كان بيحاول ما يزودش إحراجها. هازاكورا بعد فضيحة الجردل كانت عايزة تدفن نفسها، بس بما إنها هازاكورا الدفن عندها بيجي على هيئة هجوم على المجتمع. تلبس بدلة الدب وتقرر أي اتنين ماسكين إيد بعض هياخدوا كتف قانوني، تخش على الكوبلز من الضلمة، تخبطهم، تهرب، وهي فاكرة نفسها بتنتقم من الرومانسية كلها. لكن القدر يضحك عليها، لأن كل خبطة منها تتحول لدفعة اعتراف أو صلح. فالناس بدل ما تخاف منها تبدأ تدور عليها كأنها تميمة مهرجان، والناس تبدأ تجري وراها عشان تاخد خبطة الحظ. هازاكورا تهرب وتستخبى، وتاكاهاشي يعرف مكانها بسهولة لأنه عارفها أكتر من نفسها. من تسأله عارفها إزاي، فيقول لها طبيعي، هو طول عمره جنبها. هي تنفجر فيه وتقول له إنه سابها، فيحاول يفهمها الحقيقة، لكن المطاردة ترجع تاني، فيستخبوا جوه بدلة الدب بطريقة أضيق من عقل هازاكورا وقت الغيرة. وهنا تاكاهاشي يتحشر في وضع مستحيل، وهي كانت شالت جزء من لبسها عشان اتوسخ، فالموقف يبقى قنبلة إحراج. هازاكورا تهدى وترد عليه بأنانية طفولية إنها عايزاه يفضل بتاعه، وهو يوافق لأن الواد من زمان واقع ومش لاقي حد يلمه. سوزوكي بعد اعتراف ماتسوكازي كان ماشي كأنه شايل كتاب تعليمات مشاعره بالمقلوب. هو فاهم إنها بتحبه، وفاهم إنه كمان مش قادر يشوفها مجرد مدرسة، بس كلمة علاقة عنده مش لعب. الراجل دماغه بسيطة ومحترمة لدرجة مرعبة، يا إما الموضوع جاد يا إما بلاش. فلما يشوفها رايحة لدب الحظ عشان الاعتراف، يحاول يكون واضح من الأول، لكنه يطلع واضح زيادة عن اللزوم. بعد كده يجي تانكا صاحبهم اللي فجأة يكتشف إن ساتو مع كوجيما، وسوزوكي مع ماتسوكازي، وتاكاهاشي مع هازاكورا، يعني الشلة كلها دخلت علاقات مع مدرسات، وهو الوحيد واقف بره النادي. كان وعدهم إنه خلال 3 شهور هيجيب بنت ويطلعوا كلهم ديت جماعي، بس الواقع إن شغله في المطعم ما فيهوش أي فرص، والمدرسة ما فيهاش بنت بتكلمه، وحتى الزيت المستعمل واخد اهتمام أكتر منه. وفي وسط يوم شغل عادي يوقع قهوة على تاتشيبانا، مدرسة التمريض المعروفة باسم الرادار البارد. ست وشها ثابت لدرجة إنك لو قلت لها المدرسة بتولع هتقولك تمام وتكمل شاي. تاتشيبانا كانت نوع المدرسات اللي ملامحها ما بتتحركش، وهي بس تبصله وتقوله قميص. مفيش صريخ، مفيش توبيخ، مفيش حتى البرود ده كان مرعب أكتر من الزعيق. هو يجيب القميص ويستنى إنها تدخل تغير في مكان تاني، لكنها تبدأ تتصرف عادي جدا، فيفهم إن المشكلة مش إنها مش شايفاه، المشكلة إنها شايفاه ومش فاهمة ليه هو بيتحول لبخار. هو يتجنن ويقول لها إنه لسه واقف، وهي ترد عليه إنها عادي. عادي عند مين يا ست الكل؟ يحاول يهرب لكنه يتكعبل ويقع في موقف محرج جدا. تاتشيبانا تفضل ثابتة من بره، بس جسمها يفضح توترها رغم وشها الجامد. هو يعتذر 1000 مرة، وهي تحاول تعالجه لأنه لوى رجله. كوجيما عندها القوة وماتسوكازي عندها الحنية، أما هي فعندها وش ثابت وكلمات قليلة تخلي أي حوار يبرد. فلما قررت تعرف تانكا، عملت ده بنفس طريقتها الغريبة، كاميرا، ملاحظات، زيارة مفاجأة في الكريسماس، وكأنها بتعمل بحث ميداني عن كائن اسمه طالب وحيد. هي تقول له إنها عايزة تعرفه، وهو بدل ما يفهم يقول لها إنه هو كمان عايز يعرف عنها. فتوريه فيديوهات من طفولتها وهي صغيرة بتحب دبدوب وبتكتب اسمها على حاجتها، وتوريه فيديوهات كريسماس قديمة كانت بتصورها وهي لوحدها. تانكا يكتشف إن خلف الوش البارد في بنت بتحب الكريسماس وبتتضايق من الوحدة بس مش عارفة تعبر. يحصل موقف يوقع الكاميرا وتتبل الأرض والهدوم تتبهدل. يديها هدوم من عنده عشان تغير، وهي تلبسها ببرود يخلي الواد مش عارف يضحك ولا يصرخ. قبل ما تمشي تديه هدية كريسماس، وهو يديها دبدوب كان شاريه لأي حد يقدر يدعوه، فتفرح بطريقتها الهادية وتكتب عليه اسمها فوراً. تانكا يحس لأول مرة إنه فاهمها شوية، يفتح هديتها بعد ما تمشي يلاقيها هدية غريبة، وتاتشيبانا تمشي وهي سعيدة بطريقتها الباردة، وتانكا يدخل رسمياً في قصة مشاعر مع شخص وشه مش بيدي إشعارات. بعد الكريسماس تانكا بقى كل ما يشوف تاتشيبانا يحاول يقرأ وشها زي واحد بيحل شفرة قديم. هي تقول كلمة واحدة وهو يقعد يفسرها 20 تفسير، وهي من ناحيتها بدأت تدور عليه بحجج صغيرة، سؤال، مساعدة، ملاحظة، أي حاجة تخليها تقف جنبه شوية. ولما جت جائزة الجزيرة، المنطق كان يقول يتنازلوا عنها أو يبدلوها، لكن تاتشيبانا مسكت في كلمة النص بالنص وطبقتها بحرفية مرعبة. تانكا يقف في الجزيرة يقول لنفسه أنا إزاي وصلت هنا مع مدرسة التمريض في رحلة زوجية تقريبا؟
تاتشيبانا تكون مجهزة خطة عشان تخليه ينبسط لأنها خايفة يكون السفر معاها ممل، توديه البحر وتطلع لابسة لبس بحر وهو يحاول يحافظ على عقله في جيبه، بس البحر ممنوع النزول فيه فتزعل بصمت ويحاول هو يفرحها على الشط. السلطعون الصغير كان حجمه ما يذكر، بس تأثيره على تانكا كان بحجم إعصار. بعدها يكتشف إن معاها كتاب عن الأماكن اللي يزوروها وإنها كانت محضرة الرحلة عشان هو يستمتع، يقول لها إنه مبسوط معاها وهي تهدى وهو قلبه يبدأ يدق بوضوح أكتر. تانكا كان ماشي وراها وهو حاسس إن الرحلة كلها امتحان لمشاعره، هي مش بتعمل حركات دلع، مش بتقول كلام حلو، بس مجهزة جدول كامل عشان هو ينبسط. في آخر اليوم تطلع معاه الجبل عشان توريه النجوم، لكن المطر يضربهم فيهربوا لكهف. في الكهف يتزحلقوا ويقعوا في وضع ضيق بين الصخور، وتاتشيبانا تمنعه يتحرك بسرعة عشان ما يكسرش التكوينات الطبيعية. بعد ما يطلعوا النجوم تكون مختفية، لكن يشوفوا ضوء الحشرات في الكهف كأنها سما صغيرة. وتعدي لحظة جميلة لحد ما تانكا من كتر اللخبطة يقول بصوت مسموع إنه بيحبها، هي تسمعه وتفرح بطريقتها، بس تفهم كلمة يحبها كحب طالب لمدرسة مش كراجل لبنت. تانكا يتكسر شوية لأنه لأول مرة يقولها وهي استقبلتها في خانة النشاط المدرسي. وبعد كده يجي عيد الحب وتانكا يقضي اليوم كله يدور على شوكولاتة من تاتشيبانا، يفتش في الجزامة، المكتب، الحقيبة ولا حاجة، يشوف تاكاهاشي واخد شوكولاتة من هازاكورا وقلبه يعمل إعادة تشغيل بالحسد. اليوم يخلص وهو فاكر إن مفيش أمل والدنيا كمان تعمله عصف تلج والمواصلات تقف فيمشي لوحده ويتزحلق ويتصاب، وفجأة تظهر تاتشيبانا وتنقذه. يا سلام، القدر مش بيجيبها غير في أسوأ وضع للرجولة. ياخدوه للمدرسة، الكهرباء قاطعة والبرد شديد فيقعدوا قدام الدفاية. هي كمان كانت متأخرة وهدومها مبلولة فتطلب منه يلف وشه عشان تغير. تانكا يفرح في سره لأنه لأول مرة تقول له ما يبصش، يعني يمكن بدأت تشوفه كراجل مش ككرسي في الأوضة. تاتشيبانا تطلع علبة شوكولاتة كانت عاملاها مع هازاكورا، وتانكا يفتكر إنها من هازاكورا لها، لكن هي تقول له إن الشوكولاتة أصلاً كانت له. الواد يكاد يطاير من الفرح، بس الشوكولاتة كانت سايحة من حرارة الدفاية، فيتحول الاعتراف المنتظر لفندق عاطفي ياكلوا منها سوا والجو يبقى دافي، وهو يقرر يستجمع شجاعته. يفتكر اعترافه في الجزيرة ويقرر المرة دي يقولها صريح، عايزك تشوفيني مش كطالب، كراجل بحبك وعايز نرتبط. تانكا بعد الاعتراف ما كانش مستني رد مثالي، كان مستني حتى ارتباك بسيط يثبت إن في أمل. لكن تاتشيبانا قالتها بنفس وشها المعتاد، ما ينفعش. الكلمة نزلت عليه أهدى من السكينة وأوجع من الزعيق. هو بعد رفض عيد الحب تانكا قضى الأيام اللي بعدها ماشي بنص روح، يشوفها في المدرسة في وشه، يسمع صوتها في الممر يغير الطريق، وهي تحاول تقرب منه بكلمة أو نظرة بس ما تعرفش. كانت عايزة تقوله استنى مش دلوقتي، لكن قاموسها العاطفي محدود جدا فالكلام يطلع ناقص وهي تسكت، وهو يفسر السكوت على إنه رفض نهائي ويقول لنفسه إن أول قصة حب له انتهت قبل ما تبدأ، ودي كانت آخر هدية مدرسية قبل التخرج. الشلة تتجمع في بيت تانكا عشان يخططوا لرحلة والمدرسات كمان موجودين، وده لوحده كفاية يخلي البيت محتاج تصريح. تانكا مش قادر يبص لتاتشيبانا بعد الرفض، وفجأة تحصل سقطة صغيرة وتاتشيبانا تتبهدل هدومها فيروح يساعدها تجيب جاكيت. يبقوا لوحدهم وهي تقول له ما يناديهاش يا أستاذة لأنه خلاص مش طالبها. هو يفهمها غلط ويظن إنها بتبعده أكتر، لكن هي في الحقيقة بتحاول تفتح الباب اللي كان مقفول طول الوقت. وبين ما هي بتحاول تغير يحصل موقف عبثي، خيط أو صنارة تتشابك في هدومها والباب يفضل مفتوح، وأصحابه بره شاكين إن في مصيبة. تانكا يجري يقفل الباب ويمنعهم يدخلوا، ثم يحاول يخلص التشابك بسرعة من غير ما يزود الإحراج، وهو جوه بيحارب عشان يحميها من أي عين غيره. وده بالظبط اللي يخليها تقول أخيرا اللي كان محبوس من عيد الحب. بعد ما يعدي الموقف تاتشيبانا تقول له الجملة اللي كان مستنيها من زمان، هي ما رفضتهوش لأنه مش بتحبه، رفضته لأنه كان لسه طالبها. دلوقتي هو اتخرج وهي مش مدرسته وهو مش طالبها، فمفيش حاجة تمنعها تقول له إنها بتحبه وعايزة ترتبط بيه. تانكا يتحول من واحد مكسور لواحد كسب الدوري في تانية، والبيت كله بره مستني يعرف إيه اللي حصل. 4 قصص، 4 مدرسات، 4 طلبة، وكمية مواقف لو اتجمعت في تقرير واحد هتقفل المدرسة وتفتحها فندق مشبوه. بس وسط كل العبث ده في حاجة واحدة واضحة، النار كانت شغالة من الأول، بس كل واحد كان مستني المصيبة المناسبة عشان يعترف إنها ولعت.